الايمن يطلع رمي التماس، اتلعبت الكره بسرعه، شيكابالا هيسدد، شيكابالا مش ممكن. ادى ايه طارق مجدي اول اهداف اللقاء. هنشوف طارق مجدي اول اهداف اللقاء لستانلي هدف اول طارق مجدي في الدقيقه 23 حكم اللقاء. فرحة هنا طبعا شيكابالا ايمن حفني، ولا هنشوف ستانلي هتتعاد مره ثانيه. اول اهداف نادي الزمالك، الراجل طبعا هنا شيكابالا كان لوحده تماما في غفله من خط ظهر النصر للتعدين في الدقيقه 23 اول اهداف اللقاء. بيتكلم هنا حكم اللقاء مع مصطفى عبد الستار، هنا الراجل لوحده تماما وعملها حلوه، لكن ايمن حفني هل بقى هنا ستانلي كان في موقف تسلل استفاد من الكرة. طبعا قلت لحضراتكم الحالات التحكيميه يتكلم فيها نجومنا في الاستوديو التحليلي، ما لمسهاش ستانلي، لكن طبعا الحارس تحس كده ان هو مسك يعني رجل ستانلي، لكن عرضيه شيكابالا ولعبها ايمن حفني عشان يتقدم نادي الزمالك بهدف اول في الدقيقه 23. ادي شيكابالا، هل هتلعب على مرتين ولا ايه؟ لسه ما حدش جاله. اسامه ابراهيم ولا حسني فتحي؟ العرضيه بتعدي من قدام خط الظهر، كان ممكن هنا نشوف علي جبر يبقى هدف تاني. تعدي الناحيه الثانيه ايمن حفني عايز يلعب العرضيه، عرضيه جوه ال 18 وهدف الثاني شوقي السعيد خدها من مره واحده. شوقي السعيد في الدقيقه 76 هدف تاني، واكيد هيستريح بقى مؤمن سليمان ويفكر في تغيير ثالث ويريح لعيبته شويه. ادي هنا علاء عبد الغني، شوقي السعيد الراجل حطها بدون اي رقابه والتغطيه، كل المدافعين داخلين ضامين لجوه، ماسكين 2 لعيبه، 5 لعيبه ماسكين 2 لعيبه من نادي الزمالك، سايبين شوقي السعيد لوحده تماما، وحطها راحت على شمال حارس المرمى مصطفى عبد الستار عشان يتقدم نادي الزمالك بهدف ثاني في الدقيقه 76. رايحه على شمال لمصطفى عبد الستار، تعاد مره ثانيه رغم انها ما لبستش كده في وش رجله الشمال، لكن راحت على شمال الحارس. زعلان هنا مصطفى عبد الستار لان